تحية طيبة لكم مشاهدينا الأوفياء، وحييكم أينما كنتم ضمن هذا الروبورتاج الخاص عن استعدادات الفريق للشطر الثاني من البطولة الاحترافية عبر تجمع تدريبي مغلق هنا بمدينة أكادير. إليكم التفاصيل خلال الورقة التالية. بعد انتهاء مرحلة ذهاب البطولة الاحترافية والاستفادة من عطلة كباقي الأندية، استأنف النسور التدريب بتجمع تدريبي مغلق بعاصمة سوس أكادير. الاختيار جاء من الجهاز الفني نظرا لما تتوفر عليها المدينة من تجهيزات إضافة لملحق ملعب أدرار. جميع الظروف مواتية للاستعداد بالنسبة لأبناء فاخر لتحقيق الأفضل خلال الشطر الثاني من الدوري وتصحيح أخطاء الذهاب حسب وليد الصبار وليمام بيدي. فبالنسبه للمعسكر اللي كنقوموا به في مدينه اكادير، كاين واحد انسجام داخل المجموعه. فبطبيعه الحال في هذا المعسكر هذه كنخدموا على الاخطاء ديالنا اللي ما صححناش في الشطر الاول من البطوله. بالنسبه كما قلتي في الشطر الاول من البطوله بقى بيننا وبين المتصدر 4 نقاط. كانوا اخطاء في دي مباريات اللي ضيعوا لنا دي بوان. اغلبيه ديال لي ماتش كونتر خنيفره، كونتر اكادير، كونتر لي فار، اخطاء اللي صراحه ما خاصهاش الدار. فبطبيعه الحال كنخدموا عليها هنا، وكنخدموا اغلبيه على لي بالاريتي والاخطاء عامه اللي درنا في الشطر الاول من البطوله، باش ندخلوا في الشطر الثاني من البطوله لا مجال من الاخطاء، ونستافدوا من الاخطاء اللي درنا في الشطر الاول من البطوله باش نرضيو الجماهير الرجاويه ونحققوا واحد النتيجه ايجابيه ونكملوا في المسار ديالنا مع المتصدرين. Dans l'ensemble, la préparation se passe bien. On est vraiment très concentré, surtout pour aborder la phase retour du championnat. Bien qu'on a un peu trébuché pendant la phase aller, on a raté pas mal de points, mais on est vraiment très conscient et puis très déterminé pour affronter la phase retour du championnat. الشوط الأول من البطولة أنهته الرجاء في الرتبة الرابعة برصيد 26 نقطة وعلى بعد 4 نقاط من المتصدر، مما يجعل إمكانية التشبث بالصدارة قائمة. كان لنا حوار خاص مع مصطفى الشادي، فالرجل ركب تجارب عديدة وهذه وجهة نظري بالذهاب، وأيضا تحدث لنا عن ميركاتو الفريق. إذا مشاهدينا لمواصلة الحديث عن المعسكر التدريبي هنا بمدينة أكادير ينضم إلينا مدرب حراس نادي الرجاء الرياضي والدولي الرجاوي السابق مصطفى الشادلي. سي مصطفى مرحبا بك. شكرا لكم. سي مصطفى، اولا غنبداو بتقييم الشطر الاول من البطوله الاحترافيه الذي انهته الرجاء في الرتبه الرابعه برصيد 26 نقطه وعلى بعد 4 نقاط من المتصدر. تقييمك لمرحله الذهاب للرجاء الرياضي؟ وكنظن رغم الاكراهات في الفريق حققنا نتائج طيبه، كنا كنتمناو تكون احسن، ولكن على نتموقعوا في الرتبه الرابعه على بعد 4 نقاط اللي كنظن يمكن لنا نتجاوزوها ان شاء الله مستقبلا. كنظن هنا في اكادير حنا للاستعداد للشطر الثاني ان شاء الله اللي غيكون انا في رايي غيكون جد صعب، لان تكون المنافسه شرسه، لان جميع الفرق القويه رمات الصفوف ديالها وكتستعد بشكل جيد. كنظن هنا اجتمعنا باللاعبين، درنا الحصيله ديال الذهاب. بالنسبه لنا كطاقم تقنيه فهي زيد ايجابيه. كاين هناك ارتياح، بينا اللاعبين اشياء اللي ماشي مشات بالشكل المطلوب والاشياء اللي كانت ايجابيه، وهنا الاشتغال لتحسين المستوى ديالنا اكثر باش نكونوا اكثر استعدادا ان شاء الله لمرحله الاياب. نعم مصطفى، غادي نتحدثوا ربما عن الميركاتو الشتوي لفريق الرجاء البيضاوي، ما غنذكروش اسماء نظرا لحساسيه الموقف والسريه التامه اللي كتعرفها المفاوضات مع مجموعه من اللاعبين سواء المغاربه وايضا اللاعبين الافارقه، لكن فقط نبغيو نعرفوا انت كعضو من الجهاز الفني فين كيكمن الخصاص ولسد الخصاص، شنو هما المراكز اللي غتدعموا فيهم من خلال انتدابات؟ شفنا اول انتداب اللي هو عمر المنصوري، الخصاص في الانتدابات والمراكز الاخرى. وكنظن جلب لاعبين فهي دائره صحيه، فجميع الفرق العالميه يمكن تجلب اي عنصر ولا عنصرين لدعم الصفوف ديالها. هذا الشيء يمكن ينطبق على نادي الرجاء البيضاوي. كنظن الان عمر المنصوري يلتحق بالفريق، كنعرفوه حق المعرفه، لاعب بامكانيات جد محترمه، نتمنى ان شاء الله يندمج بسرعه ويعطي ما منتظر منه. كاين عناصر ان شاء الله اللي نتمنى تلتحق في اقرب وقت باش تزيد حتى تستعد معنا وتكون واجده مع المجموعه اللي غادي ان شاء الله تصارع في الاياب باش نحققوا نتائج طيبه. كنظن دائما كيبقى الخصاص دائما هو في الامام، لان فريق الرجاء كيملك الكره بشكل جيد، كيخلق فرص عديده كنبغيو ننهيوها. نتمنى ان شاء الله يجيو
جوج العناصر في الامام اللي يكون عندهم واحد شخصيه قويه اللي يزيدون هذاك لو بليس ويسجلوا اهداف اللي يخليو فريق دائما كيحصد نقاط واللي يخليه دائما في المنافسه على اللقب ان شاء الله. شكرا جزيلا مصطفى الشاذلي. إذن مشاهدينا سنواصل وإياكم الحديث عن معسكر الفريق وجزئيات بسيطة عن هذا التجمع التدريبي ضمن التقرير التالي. أسماء جديدة تحضر التجمع التدريبي للفريق، والأمر يتعلق بعناصر الأمل. الصابري خلدان تيميقلي وأمين زايد تلقوا الدعوة من الجنرال على عسى إثبات أحقية حمل قميص الخضر في قادم الأيام، ناهيك عن تواجد الوافد الجديد والانتداب الوحيد للرجاء خلال هذا الميركاتو. والحديث هنا عن عمر المنصوري الأخير عبر عن سعادته المطلقة بالانضمام للعالم. اول شيء كنشكر جميع المسؤولين ديال الفريق الرجاء البيضاوي على الثقه اللي وضعوا فيا، ومنهم الاطار الوطني محمد فاخر. الحمد لله تلقيت واحد ترحيب كبير من الاصدقاء ديالي اللي ديجا كنعرفهم. اي لاعب كيتمنى باش يتواجد مع فريق الرجاء البيضاوي. الحمد لله استعدادات كتمر في اجواء رائعه. انسجام مع الاصدقاء غادي الحمد لله غادي في داك الشيء غادي في المسار الصحيح، وكنتمنى ان شاء الله نقدم الاضافه للفريق ونكون عند حسن ظن الجمهور الرجاوي. حضر الجدد فغاب عن التجمع مجموعة من الأسباب والتي تشكل الدعائم الأساسية للرجاء ولأسباب مختلفة، فزنيتي واليميق وبانون يتواجدون رفقة المنتخب المحلي، فيما رحل سامسون بينغي للغابون للمشاركة بالعرس الإفريقي، بينما تعذر على الحفيظي الحضور بعد إجرائه لعمله الجراحي على مستوى الأنف، في حين عمل النجم يوسف القديوي وسط المجموعة مستمر لاستعادة مستوى الحضور رفقة الزملاء بإياب البطولة بعد غياب دام لأزيد من 5 أشهر. البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للرجاء يسير في الاتجاه الصحيح على جميع المستويات ليظهر الخضر بأبهى حلة عند انطلاق المنافسة من جديد، خصوصا في ظل العودة المحتملة للاستقبال بمركب محمد الخامس فحد سعيد لجنود القلعة الخضراء. معسكر الرجاء بأكادير تخللته مباراتين إعداديتين، الأولى أمام اتحاد أزلال وانتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، والثانية أمام فريق الكوكب المراكشي وانتهت للخضر ب3 أهداف مقابل هدف واحد، فيما أكد الطاقم التقني ارتياحه لمردود اللاعبين قبل بداية الشطر الثاني من البطولة الاحترافية. هذه تحيات فريق العمل من عاصمة سوس أكادير، في أمان الله.